نأتي الآن إلى كتب إخواننا أهل السنة. نبدأ بالحديث الأول في صحيح البخاري تحت باب صفة إبليس وجنوده، الحديث رقم 3268. يقول عن عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها. أولا خلينا نبدأ بالباب، باب صفة إبليس وجنوده، وهذا باب خاص بإبليس وجنوده يصف أفعاله وإنجازاته. والطامة الكبرى أن هذا الباب ذكرت فيه الروايات التي تغلب فيها الشيطان على أنبياء الله تعالى، وإغوائه لهم وزيغ قلوبهم وميلانهم عن طاعة الله وأمره، واتباعهم لوسوسة الشياطين وزلات الأنبياء بفعل الشيطان. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن هذه الأحاديث تعارض قول الله تعالى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثانيا، رواة هذا الحديث ونقلته افتروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا أنه سحر، وأكدوا أنه أثر على عقله بقولهم إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. لم يحدد الحديث الذي ذكرناه المدة التي بقي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسحور، ولكن ورد تحديدها عن طرق أخرى. فقد روى أحمد في مسنده عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، وبقي على هذا الحال 6 أشهر كاملة. خلال هذه 6 أشهر كان ينزل عليه الوحي، وبما أنه يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هذا يجعل الناس تشك لعل هذا النبي كان ينزل عليه الوحي ويخيل إليه أنه بلغ، ولكنه في الحقيقة لم يبلغ، كما خيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وهذا يثير الشك في نبوة سيدي ومولاي رسول الله، وحاشا سيدي ومولاي أن يكون بهذا، وحسبنا الله على من افترى عليه بهذه الأكاذيب.